في ناس انا ببقى بشتري اكل انا ما اعرفهمش، هما بيسمعوا ان انا مصري يجي يدفع ويمشي، هو ما بيجيش حتى ما اتكلمش معايا، يقول لا انا دافع. اسمي احمد محسن، صانع محتوى على السوشيال ميديا، بتكلم عن السفر والاكل وبلف العالم. النهارده في الجزائر الجيرس. يبقى انا درست هندسه معماريه وفعلا اشتغلت مهندس 9 شهور. بعد كده قررت ان انا مش مبسوط في الشغل بتاع هندسه، وقررت ان انا الاكتر حاجه بحبها هو ان انا اسافر وان انا ادون رحلاتي. ان انا بدون رحلاتي حتى من قبل السوشيال ميديا، ابتداء من وانا عندي 10 سنين مثلا او حاجه. فاول ما بدات احطها اونلاين ولقيت تفاعل مع الناس والناس مبسوطه، كنت هنا خدت القرار ان انا اعمل حاجه اللي انا بحبها وفي نفس الوقت اقدر اعمل منها فلوس. لغايه اليوم شحال من بلد زرتوا؟ الجزائر البلد رقم 40، فهي رقم مقفول كده جميل. ف 40 بلد، بس انا يعني الهدف بتاعي دايما ان انا مش اسافر. انا كان ممكن اسافر اكتر بكتير، بس هي الفكره ان انا بحب اسافر واقعد. يعني في الجزائر الرحله كلها شهر، بروح البلد بحب اقعد فيها كلها عشان اتعرف على الناس واتعرف على العادات والتقاليد والاكل، واخد وقتي من غير ما اكون متسربع وسريع وعايز اخلص كل حاجه بسرعه. انا كنت زرت كذا بلد في البلاد العربيه، وكان الجزائر من زمان عايز ازورها طبعا، وجي الدور بتاعها في الوقت المناسب اللي قدرت اجي واقدم على الفيزا واقدر اجي. فما كانتش من السهل ان انا اجي على طول، بس الدنيا مشيت والدنيا ظبطت ان انا اعرف اجي الجزائر واقعد فيها شهر. فانا اكتشف بقى واحنا لسه في اول اسبوع، فلسه في وقت. دقت حاجات كتير في الجزائر، بالذات الستريت فود، اكل الشارع. جربت المحاجب، صح اسمها محاجب، وجربت جرانتيتا في بلدها في مدينتها في وهران. رحت جربت الجرانتيتا الجزائريه والجرانتيتا الوهرانيه. الاثنين حلوين، مش عايزين نسأل حد. الاثنين حلوين ومختلفين. حتى انا في الجزائر كلتها في عيش مدور كده اول مره، وفي وهران كلتها في الباجيت. في الكسكس بالخضار والبيتزا كاغيه، البيتزا مربعه دي اول حاجه، ده ختم دخول الجزائر. اول ما دخلت اصحابي خدوني ودوني على بيتزا كاغيه، كلت 7 مثلا ولا 8. خطيره. كلتها في السكوار الفرنش بتاعي ضليع يعني. انا قاعد في السكوار في السنتر بتاع جيرس، في حاجات كتير جوه العاصمه. رحنا عند البحر ورحنا عند القصور الموجوده والقصبه، ولفيت ومشيت في الشارع كتير. بس المدينه الوحيده اللي زرتها بره العاصمه كانت وهران. التجربه برضو مختلفه. سوقنا 5 ساعات ورحنا هناك، رحنا قعدنا في اوتيل على البحر، وكانت شفنا الناس بقى والاجواء والمزيكا والراي والاكل هناك، واتبسطنا قوي يعني. انا في واحد بسمعه على طول الفتره دي، اسمه لابس. استنى هتبدأ دلوقتي. مش عارفينها؟ طب هو جزائري طيب؟ خطير ده. انا بسمع اغانيه على طول. في حاجات انا عارفها من قبل كده. الاغاني بقى المعروفه بقى، ده شاب خالد، شاب ماغي. وهران دي بقى كنا بنشغلها الطريق كله من الجزائر لوهران عشان نخش في المود بتاع وهران. في بقى بلان بقى، انا عايز اروح من الاول عنابه، وبعد عنابه اروح قسنطين، وبعد كده اروح بجايه وجريل، وبعد كده ارجع بقى العاصمه. وفي النص بقى اللي هقابله، انا هاجر عربيه سياره، وطول ما انا ماشي هفضل بقى اقف واشوف بقى المدن الصغيره والحاجات الصغيره اكتشفها في الطريق. احب اقعد اتعرف برضو على الناس والمدن الصغيره والقرى الصغيره دي، تكتشف فيها حاجات كتير. كل ده احب اسجله بقى واحطه في الفيديوز بتاعت اللي بنزلها كل يوم في فيديو. في كلمه ومش عارف انطقها لحد دلوقتي، سوكسوكو اكسي اسال. فدي كانت اللي هو منها انتوا بتقولوا ايه. وبعد كده فهمت بقى ان هي دي يعني تسال. ده الكلام ما بفهموش قوي يعني، مش كل الكلام بفهمه يعني، بحتاج اركز شويه لان انتوا برضو بتميكسوا العربي مع فرنش شويه، فمحتاج اتعلم لغتين عشان نفهم بعض اسهل. بس بحب اقعد اسمع ناس وهي بتتكلم واشوفهم بيتكلموا ازاي، واحاول اتعلم من الكلام اللي هم بيقولوه وافهم الكلام اللي بيتقال عشان ابدا واحاول استخدمه. يعني في النص كده، في نص الكلام بيقعد اقول بالزاف مثلا، بس بقول جامد بالزاف يعني، باخد نصي على الجزائر. كلمه غريبه دي كانت اغرب واحده الصراحه. في بقى الجزائر، انتوا بتقولوا الجزائر بدل الجزائر، دي بالنسبه لي كانت جزائر. دي بالنسبه لي كانت جديده، ان انا بنقولها على طول جزائر يعني، بس دي اتعلمتها برضه جزائر. عايز اقول لك انا بقالي اسبوعين تقريبا معظم الاكلات اللي باجي اكلها ما بدفعش.
محدش عايز ياخد مني فلوس، بيقول انت ضيف ازاي تاخد فلوس. في ناس انا ببقى بشتري اكل انا ما اعرفهمش، هما بيسمعوا ان انا مصري يجي يدفع ويمشي، هو ما بيجيش حتى ما اتكلمش معايا، يقول لا انا دافع. فالكرم ده الصراحه ما شفتوش للدرجه دي قبل كده في حياتي يعني. ف يعني انا يعني عدت توقعاتي خالص الجزائر والتعامل مع الجزائريين في الشارع. انت عارفه بسبب الكوره، بسبب كره القدم، فالناس قبل ما اجي يعني بيقولوا لي خد بالك، يعني خد بالك قبل ما تيجي الجزائر، خد بالك لان يعني في تعصب بين مصر والجزائر في حته الكوره وعشان الماتشات والكلام ده كله. فانا كنت متوقع ان اكيد مفيش الكلام ده، وفعلا لما جيت اكتشفت ان هو مفيش اي حاجه. وسالت ناس في الشارع وانا بركب التاكسي وانا اي حد بقابله بساله ايه رايك في موضوع ان التعصب ما بين مصر والجزائر بسبب الكوره، فقال لي مفيش اي حاجه، يعني الحاجات دي كلها كانت زمان وعدت ودلوقتي كلنا حبايب. وفعلا من ساعه لما جيت ما شفتش مره واحده معامله وحشه في الشارع وانا في الشارع. الجزائر اكتشاف، فهي بالنسبه لي تحت الاكتشاف، يعني انا اكتشفتها لنفسي، اتعرفت على بلد جديده بناسها باخلاقها بكل الاماكن اللي فيها والمدن اللي لسه هزورها. انا برضو ما بقاليش كتير بس لحد دلوقتي كلها مفاجآت، كلها مفاجآت طبعا. وانصح اي حد ما زارش الجزائر ان هو يجي يزور الجزائر لان هي غير برضه مختلفه. احب اقول يعني شكرا على الاستضافه الصراحه. انا يعني ما كانش عندي توقعات قوي ايه اللي هيحصل لما اوصل، بس شكرا على الاستضافه والكرم فعلا. يعني انا فعلا اتفاجئت من كرم الناس في الشارع. وتنورونا في مصر، تعالوا بقى مصر بقى ناكلكم بقى كشري ومحاشي وحمام وارانب، احلى دلع.